مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. تحياتنا من الملتقى الثقافي العربي، نحييكم جميعا. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مؤانسات أدبية. برنامج مؤانسات أدبية هذه الليلة سعيد باستضافة كاتب هو في الواقع معروف في بلدان عديدة، ربما في تونس، ولو أنه سيوضح لنا ذلك، هو يعرف تونس جيدا. ربما في تونس ما زال لم يجد حقه الكافي من التعريف ومن الاهتمام. هو كاتب حقيقة جدير بأن نهتم به وأن نعرف بتجربته الأدبية الإبداعية. فلنقدم ضيفنا أولا ونرحب به الكاتب السوري الكردي هوشينغ أوسي، هكذا الاسم أو لم أخطئ. ومساء الخير. مساء الورد أستاذ شفيع، مساء الورد لتونس، حديقة الورد، تونس الخضراء، تونس ثورة، تونس الحريات، تونس المرأة، تونس الرواية والشعر والإبداع. مساء الخير لكل الأصدقاء في تونس، صديقات والأصدقاء في تونس وفي العالم العربي وفي كل مكان. نعم، هو في الواقع الملتقى العربي الثقافي العربي مشاهدوه أساسا بالدرجة الأولى من تونس وجمهوره من تونس، ولكن أيضا له جمهور محترم جدا من مختلف البلدان العربية. تحية للجميع. وطبعا أدعوكم كالعادة إلى المشاركة معنا والتفاعل معنا عن طريق التعليق الكتابي لكومنتير. يمكنكم أن تكتبوا تعليقاتكم وتكتبوا أسئلتكم وملاحظاتكم، ونحن سنعرضها على الشاشة أمامنا وأمام الكاتب ليكون متواصلا معكم. رجاء فقط أن تفعلوا رابط ستريم اللي هو موجود على البث. إذا الضغط على أو النقر على رابط ستريم اللي موجود الآن فوق البث مباشر، ثم هناك نافذة في الأسفل يجب النقر عليها، تفعيلها حتى يظهر اسم المعلق. دون تفعيل رابط ستريم إذا سيبدو التعليق بدون اسم، بدون صورة، بدون هوية. نحن لا نعرف إذا من يعلق معنا. يمكن على صفحة الفيسبوك الاسم يظهر، لكن هنا في البث لا يظهر أمامنا. إذا رجاء فعلوا رابط ستريم اللي موجود أمامكم مرة واحدة وسيظهر الأسماء دائما في كل حلقة نستعمل فيها هذا البرنامج. إذا أنت قبل أن نعرف بك أو نتعرف على أدبك نذكر جمهور الأدب ومحبي الرواية خاصة، ولو أن الكاتب هوشينغ أوسي هو يجمع بين كتابة الرواية وكتابة الشعر. إذا هو روائي وشاعر كردي سوري يحمل الجنسية البلجيكية ويعيش في بلجيكا، وهو الآن يتواصل معنا من بلجيكا يعيش هناك منذ 2010. يكتب باللغتين العربية والكردية. صدرت له مجموعة من المؤلفات، 5 روايات و9 دواوين شعرية. إذا يهمنا أكثر الرواية لأنها موضوع المؤانسة.
الروايات بالترتيب هي وطأة اليقين، محنة السؤال وشهوة الخيال، صدرت في بيروت 2016. ثم الأفغاني سماوات قلقة، إذا الأردن 2021. بالوكالة عن الغيب، متى صدرت هذه الرواية؟ الوكالة عن الغيب هي الرواية الأخيرة، صدرت اللي هو في الرواية الأخيرة، إذا قبل الأخيرة، إذا عندنا رواية كأنني لم أكن صدرت 2022 في بيروت، وهي التي سنهتم بهذه الليلة. والرواية الأخيرة هي بالوكالة عن الغيب. إذا هناك عنوان آخر لم أذكره أظن. هنالك حفلة أبواب مفتوحة، هي الرواية الثانية، صدرت في 2018 أيضا عن دار سؤال بالضبط. في بيروت. والرواية التي بين نعم يديك بالضبط. كأنني لم أكن هي روايتي الثالثة مع دار سؤال في بيروت، نعم. صدرت العام المنصرم. وآخر يعني لك روايتان أيضا قيد الطبع. وأذكر بأن وطأة اليقين هي الفائزة هكذا بجائزة كتارا للرواية العربية سنة 2017. نعم. نعم، هي روايتي وتم الأولى، هي محاولتي نعم. الأولى في كتابة الرواية. نعم، وتم ترجمتها إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية. أيضا ترجمت نماذج من قصائده إلى الهولندية، الإنجليزية والفرنسية والتركية. صدر له عن مركز الشعر في بلجيكا، إذا ديوان لست بحرا أو لست بحرا. لست بحرا. لست لست بحرا. نعم. لست بحرا. نعم. نعم، باللغتين الهولندية والعربية. وهو عضو نادي القلم البلجيكي ونادي القلم الكردي ونادي القلم الدولي. فقط أريد أن أسألك قبل أن نتحدث في بعض النقاط، قبل أن نفتح الحوار في مجال في علاقة بالرواية والتاريخ والذاكرة والهوية والتخيل. إذا هناك قضايا عديدة تثير هذه الرواية. فقط أنت لك علاقة بتونس، زرت تونس، يعني حدثنا في دقيقة عن هذه التجربة. أنا زرت تونس في روايتي الأولى، في وطأة اليقين. إحدى الشخصيات الرئيسية من الرواية شاب تونسي فقير من بنزرت، يعني يدخل سلك الجيش ويدرس ويدخل في سلك الجيش، ويوفد إلى سويسرا لدراسة الطب في الخمسينات، ويتعرف على فتاة بلجيكية هي أيضا تدرس في سويسرا في جنيف، وتحدث بينهما علاقة حب قوية ما زالت حتى الآن مستمرة، يعني شخصيتان حقيقيتان. فأثناء معالجة هذه العلاقة، علاقة الحب هذه، طبعا التونسي استمر في عمله وأصبح طبيبا وعاد إلى بلده وترقى في المراتب العسكرية، ويعني كون أسرة وحياة خاصة وما إلى ذلك. والبلجيكية أيضا أصبحت لها حياة خاصة، لكن العلاقة بينهما لم تنقطع. في روايتي الأولى أثناء معالجة هذه القصة، قصة الحب القوية يعني والعميقة والمستمرة حتى الآن، زرت تونس عن طريق الشخصيات الروائية، سواء الشخصية البلجيكية السيدة أو الفتاة البلجيكية، أو شخصية يعني الاسم الوهمي يعني كمال بالعارف التونسي. فأثناء العمل الروائي والعمل الأدبي زرت تونس وتجولت في العاصمة، وذكرت بعض الأحداث التي حدثت في تونس منتصف لا ذكرت أحداث يعني تونسية، تاريخ تونس السياسي، الصراع ما بين الحبيب برقيبة وصالح بن يوسف، وقصص كثيرة عن تونس وصولا إلى البوعزيزي والثورة التونسية. ذكرتها ضمن الرواية. وزرت تونس يعني
أدبيا أو لنقل افتراضيا ضمن الرواية الأولى. نعم. الزيارة الحقيقية كانت بدعوة من الأستاذ الدكتور مبروك كمال المناعي. الريحي. الدكتور مبروك مبروك المناعي. نعم. المناعي مدير معرض الكتاب بالمغرب. في فبراير نعم. 2021. ويعني كانت فرصة جميلة جدا للتعرف على أصدقاء الكتاب والأدب. كتاب نعم. وأدباء ما وصحفيين. شاء الله. وصرت أتجول يعني في شارع الحبيب بورقيبة وفي المعرض مم. ويعني داخل تونس العاصمة. ورأيت تونس رؤية العين بعد إذا مضي 5 سنوات من كتابة الرواية تقريبا. علاقتك بتونس ما زالت متواصلة، وها أنت معنا تتواصل معنا طبعا افتراضيا، طبعا يعني ونرجو أن نراك أيضا في تونس في ربما المعرض القادم أو في أتمنى فرصة أخرى أتمنى إن شاء الله. أتمنى ذلك. نعم. إذا قبل أن نتناول ونطرح ما تطرحه روايتك، كأنني لم أكن من قضايا في متعلق بالكتابة أو التخيل والسرد وغيرها، أو من قضايا التاريخ والذاكرة والهوية وإلى آخره. أريد أن تعطينا بسطة أو فكرة أو نبذة مختصرة كمدخل أو كتمهيد حتى نضع الرواية في سياقها الثقافي العام. يعني كيف تقدم الأدب الكردي أو الثقافة الكردية عموما، ولكن يهمنا أكثر الأدب الكردي سواء منه الروائي أو الشعري للقراء ربما المتابعين الذين لا يعرفون هذا الأدب. هذا سؤال كبير ومتشعب طبعا. ومهم فيما يتعلق بالتعريف بالأدب الكردي. يعني لا أزعم بأنني أقوم بذلك، لكنني أقدم نتاجا ربما هذا النتاج يتكفل بتوصيل نبذة عن ولو مقتضبة عن مشاكل الأكراد، تاريخ الأكراد، النسيج الاجتماعي الكردي، الحضور الكردي، النضال الكردي من أجل الحرية والحقوق الكردية. يعني لا أزعم بأنني أحمل لواء يعني قضية كردية، هي قضية كبيرة ومهمة وإنسانية وديمقراطية. لكن عندما أكتب نصا سواء باللغة الكردية أو باللغة العربية، نصا شعريا أو نصا أدبيا روائيا، يعني هذا النص ربما يفتح قوة أو نافذة لدى المتلقي، سواء بخاصة العربي. يعني الكردي بيعرف مشكلته، بيعرف همومه ومشاغله، ليس بحاجة إلى هوشنغوسي لكي يعرف الكردي بمشاكل الكردي. إنما ربما يعني الآخر العربي أو الذي يقرأ نصوص هوشنغوسي المترجمة إلى اللغات الأخرى يتعرف على جزء من عوالم الأكراد، همومهم، مشاكلهم، لا يتعرف على كل المشهد وكل تفاصيل الحالة الكردية، الحضور التاريخي والحضاري الكردي، الواقع السياسي والاجتماعي الكردي. لكن بعض التفاصيل ربما تكون رأس الخيط أو مفاتيح يتلقفها المتلقي ويكمل هو يعني مشوار سعي إذا كان لديه ذلك الشغف في التعرف على الأكراد، شخصية الأكراد الثقافية، مشاكلهم، ثقافتهم، أدبهم. الأدب الكردي في تقديري غني وثري جدا، لأنه متعدد المصادر سواء على المستوى الكردي، يعني اللهجات الكردية التي يكتب بها هذا الأدب. هنالك لغة رئيسية كردية هي اللغة التي يكتب بها أغلبية الأكراد، وهنالك لهجات أيضا يكتب بها الأكراد. مجمل هذا التنوع داخل الدائرة الكردية ويعني يثري ويغني هذه الثقافة والأدب والشعر الكردي. أيضا هنالك في تقديري روافد ومصادر أخرى للأدب الكردي،
ما هو مكتوب باللغة العربية أو ما هو مكتوب باللغة التركية أو الفارسية أو حتى لغات أخرى، يعني طالما الواقع، يعني النص المكتوب باللغة الإنجليزية ويعالج واقعا كرديا لا علاقة له ببريطانيا أو أمريكا أو الأماكن الناطقة باللغة الإنجليزية، يعالج الحالة الكردية، الواقع الكردي، حتى ولو كان بلغة أخرى. فهو يعني في تقديري وتصنيفي لهذا الأدب إنه أدب كردي مكتوب باللغة الإنجليزية، وأدب كردي مكتوب باللغة العربية، أو مكتوب بأي لغة أخرى عدا اللغة الكردية. وبالتالي الأدب الكردي غني لأنه يتوسط مجموعة من الثقافات، وهذه الثقافات تأثرت بالأدب الكردي وأثرت في الأدب الكردي، منها يعني الثقافة العربية، الثقافة الفارسية، الثقافة التركية، الأرمنية، السريانية. كل هذه الثقافات هي يعني على أطراف الثقافة الكردية، وساهمت في الثقافة الكردية. وأيضا الثقافة الكردية أيضا كان لها دور مهم وفاعل ومؤثر في الثقافة العربية. إن عدت إلى مصر يعني ربما بشكل خفي تسربت الثقافة الكردية إلى الثقافة المصرية، أو في العراق أو في سوريا أو في تركيا مثلا. هنالك روائيون مهمون في الثقافة العربية، أكراد، شعراء مهمون أكراد في الثقافة، كذلك الثقافة التركية والرواية التركية. يعني سليم بركات اسم مهم جدا في الرواية العربية والشعر العربي الحديث المعاصر. كذلك يشار كمال اسم مهم جدا في الرواية التركية، في السينما التركية، في السينما العربية. دائما كان هنالك تأثير وبصمات للأكراد. هذه الحساسية المتنوعة والغنية الكردية سواء في الشعر أو في الرواية أو في السينما ساهمت في ثقافات الشعوب المجاورة، وكانت بشكل أو بآخر أقوى من مساهمات السياسة في تقديري. يعني الثقافة الكردية ساهمت أو المثقفين الأكراد، المبدعين الأكراد نجحوا إلى حد ما أو حققوا نجاحات التعريف بالهم الكردي، بالحقوق الكردية، أكثر من القادة والسياسيين الكرد. وبالتالي أنا يعني أظن نفسي وأعتبر نفسي تفصيل بسيط يعني من هؤلاء الكرد الذين يحاولون أن يعبروا عن ما يعتلج ويعتمل دواخلهم، أفكارهم، ويقدموا ذلك في يعني في وعاء لغوي عربي أو كردي أو أي لغة أخرى، لكن المحتوى والمضمون سواء كان كله أو جله أو جزء منه يعبر عن الهم الكردي. وأغلب أعمالي الروائية يعني في هذا الاتجاه لجهة التنوع. يعني في روايتي الأولى سترى التونسي والمصري والكردي والعراقي والسوري. هذا التنوع في الأمكنة وفي الثقافات والهويات انتقل إلى يعني الرواية أيضا الثانية نفس المنحى. في الرواية الثالثة الأفغاني سماوات قلقة، أيضا في الرواية التي بين يديك أيضا هنالك تنوع في المناطق وفي الثقافات بشكل أو بآخر، نعم. لكن طيب الأفكار تختلف. نعم. طيب أستاذ، نأتي إلى الرواية حتى يكون كلامنا معناها من خلال نص معين وتكون كلامنا أدبي أكثر. وشكرا على هذه التوضيحات وعلى هذه المعلومات المهمة. روايتك هذه طبعا يستوقفنا أولا فيها العنوان. عنوان الرواية كما ذكرت أنت في التنويه الوارد في الرواية في آخر الرواية، ذكرت أنه استوحيته من قصيدة محمود درويش تنسى كأنك لم تكن. نعم. طبعا إضافة
إضافة إلى ما في هذا العنوان من قيمة شعرية، أنه إن أخذنا عنوانا من ديوان شعري لشاعر كبير محمود درويش، إذن سيضفي هذا على الرواية طاقة وقيمة شعرية لا تنكر. أيضا بالإضافة إلى ما أجريته أنت على العنوان من تصرف أو ما نسميه بالانزياح حتى يلائم الرواية يعني التي كتبتها ولا يكون نقلا يعني جاهزا، فقد حذفت عبارة تنسى وغيرت الضمير، كان ضمير المخاطب أنت فصار ضمير المتكلم أنا، إذن كأنني لم أكن. طبعا لابد دائما العنوان وهو العتبة الأساسية في الرواية أن يكون اختياره له ما يبرره، أي له علاقة دلالية أو رمزية مع محتوى الرواية أو مضمون الرواية. السؤال هنا إذا كان العنوان واضح أنه يتعلق بالذاكرة إذن والنسيان، إذن ثنائية الذاكرة والنسيان، هل وجدت في تجربة الشاعر محمود درويش وفي قصيدته وفي مأساته أو تغريبته إن شئنا ما يشبه تجربة بطلك أو أبطالك في الرواية؟ وطبعا يعني وجدت في مأساة الفلسطينيين عموما يعني ما يشبه ما يعبر عن مأساة الأكراد وتاريخ الأكراد كما يعني تم سرده في الرواية. العلاقة يعني بين يعني سؤال مفتاحي قوي وجميل، أشكرك عليه. في طبعا في التنويه الموجود في نهاية الرواية مذكور يعني مشروع بالتأكيد أنه النص الرواية لا علاقة له بالنص القصيدة، العنوان فقط، والرواية لا علاقة لها بالنسيان، لأنه الرواية فعل تذكر في مطلق الأحوال، فعل استحضار الذاكرة وتذكر، فهي بالضد من النسيان. الرواية إذا أنت فاتحة الرواية المقتطف المدخل، أنا من عادتي لا أبدأ يعني باستحضار أو استعارة أقوال الآخرين، يعني أضع فاتحة للنص الروائي هي من صلب الرواية مع بعض المعالجة، يعني كتوطئة وتمهيد في كل الأعمال الروائية الخمس أفعل هذا. وهذا بالنسبة لي سنعود إليه. هذا النص هذا سنعود إليه، فقط نعم. نعلق على العنوان. نعم، لكن يعني لأنه العنوان له علاقة أيضا بالفاتحة، أنه الرواية كخطاب أساسي خطاب الندم والخيبة وليس يعني خطاب النسيان. الندم والخيبة في سياق وفي غضون الاستحضار ذاكرة جيلين، الأب، ذاكرة الأب وذاكرة ثم ذاكرة الابن، والتقاطعات والمصادفات ما بين الأب والابن، والعنوان الذي يفتح قوسا لسؤال الاحتمال، يعني سؤال الكينونة والكينونة المحتملة، كأنني لم أكن، وكأنه يعني المجمل هذه التفاصيل ليس يعني قضية لأنه متعلقة بالنسيان، لكن متعلقة باحتمالات الحياة، أو يعني الحياة أو الحياة كاحتمال، والحياة صفر لا ينتهي من الاحتمال. أنا وأنت نحن احتمالات في حيوات الآخرين، في حيوات، و يعني وجودنا فاعل ومؤثر، وربما في بعض التفاصيل نكون احتمالا يعني. لا هذا نعم، هذا واضح، الفكرة واضحة، لكن أنا قصدت جانب آخر في الرواية له علاقة نعم. بالعنوان الذي استعرضته. دقيقة أفسر لك السؤال فيما يكمن. يعني ثم تشابه. أنت أشرت في حوارنا البارحة إلى مسألة الوضع الإكراد في سياقاتنا العربية والشرق الأوسط عموما،
ووضع اليهود. يعني أنا قلت أنت يعني اليهود كانوا مهمشين ومغيبين ومسكوت عنهم كأنهم غير موجودين، ثم فجأة ظهروا بكثافة. وفي الرواية التونسية والعربية عموما أيضا نفس الوضع بالنسبة إلى الأكراد، لكن المشكل أن الأكراد ما زالوا منسيين، ما زالوا غير حاضرين في الرواية، وكأنهم غير موجودين، وكأنني أنا الكردي لم أوجد، لم أكن. هذا هو السؤال الذي قصدته. نعم. من جهة الحالة الفلسطينية والكردية هنالك تقاطعات كبيرة فيما يتعلق بالمأساة والمعاناة والتغريبة وحركة النزوح والهجرة والمشاكل والمصائب والانقسامات الداخلية الفلسطينية والكردية. هنالك وحدة حال عميقة ما بين، وهنالك حتى في النضال السياسي هنالك تأثير كردي، يعني في النضال الوطني التحرري الفلسطيني شهداء بالمئات من الأكراد. فسؤالك يعني مقاربتك في محلها فيما يتعلق بالتقاطعات والتقابلات والتشابهات بين الحالة الكردية والحالة الفلسطينية هذه. يعني عندما اتخذت العنوان لم يكن في بالي هذا الحيز أو هذه الثيمة أو الحيثية، لكنها يعني معقولة، ممكن يعني أن معقولة. أكيد القارئ يقرأ ما لم يفكر فيه بالضرورة الكاتب هذه ويؤول النصوص تأويلات أخرى لم تخطر على الكاتب، يعني على بال الكاتب. وهذا من علامات ثراء النص ومن علامات العمق في الكتابة. نأتي الآن إلى البداية التي أشرت إليها، النص الأولي هذا أو الفاتحة هذه، أو لا أدري كيف نسميها. أنت لم تعنونها لا تصدير ولا فاتحة ولا، وهو مقطع مأخوذ من فصل من فصول الرواية، الفصل بعنوان غروزيا أيتها الأقدار العائمة. إذن في بداية هذا الفصل ورد هذا الكلام. أعتبر أن هذا النص هو يحتوي على مفاتيح الرواية الأساسية كما أشرت أنت. أولا والروائي أو التخيلي من جهة أخرى. السيرة الذاتي موجود في فكرة الاعتراف والندم، لأن كما تعرف من يكتب سيرته الذاتية أو من يروي سيرة حياته دائما السيرة مرتبطة بشكل من أشكال الاعتراف وبشكل من أشكال الندم على أشياء ارتكبها أو أشياء كان يمكن أن يقوم بها ولم يفعلها. وأنت ذكرت عبارة مسرح الحياة وكتابة الحياة في هذه الفقرة. في هذا النص تتحدث عن كتابة الحياة، وطبعا السيرة الذاتية هي كتابة الحياة إن شئنا نقول. ثم من ناحية أخرى هناك الحكي أو يعني الرواية الشفوية. أن الرواية هنا روايتك تقوم على التدوين، على كتابة للمحكي الشفوي، للمروي الشفوي إن شئنا أن نقول. وقد وفرت في الرواية يعني إطارا أو بنية سنتحدث عنها بعد قليل تنسجم مع هذه المرويات العديدة المتنوعة. ثم هناك عنصر آخر في هذا الفقرة مهم، هو التأمل، التفكير أو التفلسف. فإنك قد يعني ذكرت كلاما ينم عن تفكير وتأمل في الوجود في الحياة، مفهوم الندم باعتباره الابن الشرعي للحياة، مفهوم الحياة باعتبارها مسرحا إلى غير ذلك. وقلت الحياة ليست مدرسة، وهذه فكرة جميلة جدا شدتني. الحياة ليست مدرسة، لكن عندما نربط هذا الكلام بالرواية نجد أن الحياة في الرواية كانت في الواقع مدرسة. الحياة كانت مدرسة.
تعلم فيها الأبطال وتعلم منها الأبطال الكثير، وخرجوا واستخلصوا منها العبرة والحكمة والفلسفة ورؤية عميقة للحياة وغير ذلك. في نفس الوقت يمكن أن نقول أن الرواية هنا، روايتك هذه رواية يمكن أن تكون مدرسة أيضا. بالنسبة إلي عندما قرأت الرواية وجدتها مدرسة، لأنها علمتنا دروسا كثيرة، جعلتنا نعيد النظر في العديد من المسلمات، بل إن الرواية تقلب مفاهيمنا ومسلماتنا وأفكارنا، وتجعلنا نفكر من جديد في هذه المسلمات والحقائق. إذن ما رأيك في هذا الإطار الذي نزلت فيه أنا المقدمة؟ إلى حد يعني أنا معك إلى حد ما، ويعني أختلف أيضا إلى حد آخر، وهذا من طباع الأمور، لأننا نقف على زاويتين مختلفتين من نص أنا صاحبه وأنت قارئه. فيما يتعلق بالفاتحة، لأنه لا مش مذكور فوقها أنه فاتحة، يعني المقطع غير معنون، لكنه تستهل به، تستفتح به الرواية، فهو بالنسبة لي أنا وضعته كفاتحة، فاتحة مكثفة فيها بعض المفاتيح أو مش كل المفاتيح، يعني بعض الخلاصات المأخوذة من النص، ستجد هذا من النص لكن في سياق آخر مختلف ومحور أيضا. يعني هذا ما تبعه دائما في كتاباتي، يعني لا ألجأ إلى عتبات نصية مستقاة من نصوص الآخرين، إنما أحاول أن يكون العتبة من نفس النص الأساسي. الرواية بوصفها فن نحن، أنا وأنت وهم وكل، يعني بعكس الشعر، يعني فن الأنا. حاولت في هذه الرواية أو في المدخل كمدخل، يعني أن لا أعطي كما ذكرت كل المفاتيح، وأنه الحياة ليست مدرسة، ونحن لسنا تلاميذ أبديين، يعني نتعلم أحيانا. يعني هذه الحياة تجعلنا في امتحان، ومسألة فهم الحياة أحيانا تسمم العيش. يعني أنت إن قضيت عمرك محاولا أن تفهم الحياة ستتعطل يعني سبل العيش أمامك، يعني وتتكدر هذه المعيشة بمسألة السؤال، يعني فلن تجد النهاية المطلقة أو الإجابة المطلقة عن كل الأسئلة، سواء كانت أسئلة الذات البشرية أو أسئلة الوجود. فلا يعني بهذا المعنى، والحياة بين ندمين، بين فعل اقترفته وبين فعل يعني ندمت على عدم اقترافه. في كلتا الحالتين أنت نادم، يعني شاركت في ثورة لم تشارك فيها ستندم، يعني يعني مارست فعل الكتابة أو لم تمارس ستندم، مارست فعل القراءة أو لو هذه التكوين المعقد اللي بيجمع الاحتمالات وبيجمع التناقضات وبيجمع النفس البشرية هذه. حاولت يعني ضمن هذه الرواية، وأعتقد أنه هي يعني تنتمي إلى صنف الروايات الاجتماعية النفسية ومسألة الحكي والاستحضار، حاول أن أعطي جانبا أو تصوري لهذه الحياة، وكيف يعني منحت فرصا للأشخاص الموجودين داخل هذا العمل، وكيف جعلتهم في مصائر لم تكن متوقعة. يعني أن يشارك الإنسان في حروب ولا يقتل في حروب، لكن في حربه ويقتل في حرب أخرى. نعم. وفي مكان آخر. نعم.
في انفجار ولم يكن مستهدفا أو مقصودا في ذلك لم يكن الصدفة بصدفة. العمياء التي يعني قتلت الأب في دمشق هي نفسها الصدفة العمياء التي قتلت الابن في باريس في الهجمات نعم. الإرهابية. هنا تيارات إسلامية في سوريا وفي باريس تيارات إسلامية. هنا شخص يعني في يمشي في الشارع لا علاقة له بالصراع، ونأى بنفسه عن الصراعات الكردية الداخلية. نعم. ابتعد عن مكان الصراعات في كردستان، الصراع ما بين بغداد وأربيل والصراعات الكردية والثورات الكردية والصراعات الداخلية الكردية. نأى بنفسه ولجأ إلى دمشق فوجد نفسه وجد في نفسه معمعة صراع، ذهب ضحيته، لا ضحية. علاقة له بهذا الصراع. فعلا. طيب، نثير الآن المسألة أساسية في الرواية، علاقة الرواية بالتاريخ. علاقة الرواية بالتاريخ كما نعرف علاقة يعني معقدة، ليست بالسهولة وليست بالبساطة وبالوضوح الذي نعتقده. في تنبيه هكذا سميته، تنويه، عفوا سميته تنويه أنت، ورد في آخر الرواية. لا أعرف أولا فيما بعد قلنا لماذا جعلت هذا التنويه أو التنبيه في آخر الرواية وليس في أولها. نعم. تنفي أن تكون هذه الرواية رواية تاريخية، يعني تقول ليست رواية تاريخية أو وثائقية. هنا نتساءل ما معنى رواية وثائقية، لأن المصطلح لم أسمع به، ربما أنت تقصد ليست رواية غايتها أو وظيفتها وثائقية. هذا التنبيه قبل أن أعطيك الإجابة عن هذه الفكرة، هذا التنبيه أو التنويه له ما يبرره في قولك في فقرتك تلك. أولا قلت المتخيل أكثر من الحقيقة في الرواية، يعني مساحة المتخيل أكبر بكثير من مساحة التاريخ أو الحقيقة، سواء على مستوى الأحداث أو على مستوى الشخصيات أو على مستوى الأماكن وغيرها. وثانيا قلت التاريخ لا يطلب من الرواية، لا يطلب في الرواية، يعني لا نبحث عن التاريخ في الرواية، بل نبحث عنه في المصادر التاريخية أو الوثائق التاريخية. أما الرواية فهي عمل متخيل أو تخيلي وليس عملا توثيقيا. طبعا نحن نتفق على هذا، يعني لا يمكن أن نختلف على هذه الفكرة والمبدأ. لكن السؤال يطرح هنا، لماذا كثرة المعطيات التاريخية المضمنة في روايتك، يعني على مستوى التواريخ، يعني التواريخ نفسها موجودة بكثرة، يعني كثير من الأحداث تؤرخ لها بالسنة وبالكذا. أيضا هناك شخصيات تاريخية مذكورة يعني بأسمائها كذا، ثم هناك حتى سيرة أو الأحداث الكبرى التي تعلقت بتلك الشخصيات مثل البرزاني معناها وبعض القيادات حتى الروسية وغيرها. أيضا هناك يعني حرص على بعض المعلومات والتفاصيل التاريخية التي أدرجتها في نصك. ما وظيفة التاريخ إذن؟ ما هي وظيفة التاريخ في الرواية؟ ألم يكن التاريخ هاجسا حاضرا بقوة في روايتك؟ معناها لا يمكن أن ننكر أن الرواية حتى وإن كانت ليست رواية تاريخية هي رواية مشغولة بالتاريخ ومسكونة بالتاريخ. التاريخ حاضر في هذه الرواية، لكن لكي أشكك في بعض تفاصيله، يعني هنالك بعض الأرقام والتواريخ حتى ربما يعني أنا يعني قد تكون وهمية مش حقيقية. هنالك نعم. تواريخ حقيقية مضبوطة يعني، وهنالك تواريخ مدسوسة على التاريخ، لأنه أنت لكي أشكل لديك تلك الاحتمال أنه ممكن يكون حقيقي. حتى في رواية الأولى في وطأة اليقين أن عدت إليها والحديث عن تاريخ تونس،
هنالك بعض الأحداث الوهمية ذكرتها في سياق حقيقي لكي يعني أحاول أن أقنع القارئ أنه قد يكون هذا الأمر حدث. يعني ربما يكون هذا الحدث. أنا ليس أنا لا لذلك أنا لا أقدم وثيقة تاريخ لكي أحاسب عليها أمام يعني ليس أطروحة الدكتوراه في التاريخ أو ما إلى ذلك أو رواية تاريخية. لا، أنا استجلب التاريخ لأنه التاريخ إذا هنالك شيء يعني متفق عليه، التاريخ القديم والمعاصر، أنه يكتبه الأقوياء، يكتبه المنتصرون. التاريخ لا يكتبه الضحايا والضعفاء، مشكوك فيه. لكن مع ذلك كل هذه الانتقادات التي توجه للتاريخ ويدرس على علله، يدرس سواء التاريخ القديم والتاريخ المعاصر. فاستحضار التاريخ هذا لأنه الرواية بمجملها، لأنه نحن نتحدث عن ذاكرة جيلين، هي تاريخ. حتى لو لم تذكر المصادر أو التواريخ أو الشخصيات الحقيقية، فأنت يعني تستحضر، تتحدث عن ذاكرة معينة. تاريخ الحوار الجاري بيني وبينك الآن غدا سيصبح جزءا من الماضي، يعني سيدخل في سياق أو طي التاريخ القريب سيبتعد كلما يعني بالتقادم. فاستحضار التاريخ ليس في هذه الرواية فقط، في كل اشتغالاتي الروائية السابقة الأربع. في الرواية الأخيرة لا، لأنه هي رواية استشرافية ومن الخيال العلمي. لكن في المحاولات الروائية الأربع هنالك حضور للتاريخ من باب التشكيك به. هذا أولا عبر استحضار أحداث حقيقية وزرع شخصيات وهمية متخيلة داخل هذا النسيج، ويعني النسيج المتعارف أو المتداول أو الشائع على أنه أحداث تاريخية محققة، لكن ليس يعني مسدودا أو مغلقا أمام افتراضات واحتمالات الكاتب وتخيل الكاتب أن يتخيل شخصيات وأحداث ضمن هذه المعطيات، من باب يعني عدم الثقة بالتاريخ، من باب أنه يمكن يعني هنالك تاريخ خفي دائما موازي للتاريخ الحقيقي المتداول والمكرس. هذا التاريخ الخفي يعكس تاريخ الضحايا، يعني تاريخ الهوامش، الناس المنسية. من واجبي ككاتب أو كروائي أو ما أجده يعني لزاما علي أن أكون مع الضعفاء ومع الضحايا، وفي سياق الحديث عن تاريخ الأقوياء أو الزعامات أو البلدان أو الأمم اللي بشكل أو بآخر يعني تدخلت الأهواء والأمزجة السياسية والأيديولوجية والقومية والعرقية في صياغة هذه التواريخ. تحدثنا عن تفصيلة البارحة، والآن أتيت على هذا الموضوع، تفصيلة اليهود، أنه في العشر سنة أو في العقدين الأخيرين نشهد حضورا لليهود في الرواية العربية، حضور لافت يعني، سواء على بشكل عرضي عابر أو على مستوى الشخصيات أو على مستوى الرواية ككل من بدايتها لنهايتها. هذا انعكس، إن دل على شيء إنما يدل على أن اليهود لم يكونوا وكأنهم لم يكونوا موجودين في السردية الروائية في السبعينات والستينات والخمسينات في الرواية العربية، وهنالك الآن حالة من التعويض. إذا ما وصلنا من تاريخ، حتى يعني التاريخ الكردي منه طالما خطه يعني جهات رسمية، أكيد هنالك محاولات فلترة لكي يصل التاريخ نظيفا جميلا أنيقا مرتبا معطرا للناس. لكن فضائع التاريخ، كوارث التاريخ، سواء التاريخ الإنساني أو التاريخ الإسلامي أو تاريخ منطقة الشرق الأوسط، هذا من أين يعني سنعثر عليه؟ تاريخ الضحايا المظلومين. أحاول أنا في اشتغالاتي الروائية
أن أنحاز لهذا التاريخ الخفي عبر التشكيك في التاريخ الرسمي اللي هو أصلا مشكوك فيه. أنجح أخفق في هذه المحاولة، هذا موضوع آخر. الرواية تمنحني هذه، في تقديري الأدب والرواية يمنحاني هذا التفويض والترخيص على المتخيل التاريخي في سياق التاريخ. لكن هل هذه رواية تاريخية؟ لا. هنالك حضور للسياسة وكذا. هل هي رواية سياسية؟ لا، هي رواية تحاول أن تعكس يعني الحياة التي نعيشها بتواريخها، بحالات الاجتماعية، بالصراعات السياسية، بكل هذه نعم. التفاصيل. كأنني لم أكن ككاتب وكقارئ أدرجها في هذا نعم. السياق. نعم، أكيد هي رواية تخيلية، ليست رواية تاريخية، لأنها ليست ليس هدفها أن تكتب التاريخ. وكذلك يعني هي لم تعتمد يعني مقومات الرواية التاريخية. التاريخ فقط هو إطار، أو يمكن نسميه خلفية، أو هو السياق الذي وضعت فيه عالمك الروائي والسردية الروائية، الأحداثا وشخصيات وحبكة وغيرها. لكن مع ذلك يعني نحن مثلا يمكن أن نلاحظ أن التاريخي ولا أقول التاريخي مهيمن أو معناها مؤثر في حتى طريقة السردية التي الرواية سميتها أنت سردية أيضا. لكن ينبغي في تقديري أنه العنوان يعطيك مفتاحا رئيسا واستراتيجيا أنه ليس تاريخ. يعني عندما يقول لك الاحتمال، فالتاريخ ليس احتمالات، التاريخ حدث. يعني لا يوجد مجال للافتراض أنه المتخيل التاريخي الذي يعطيك ذلك الزخم والقوة والعزم أنه أن تفترض أمورا تاريخية قد حدثت في سياق أمور تاريخية هي حدثت فعلا. لذلك يعني أنا يعني استبعد مسألة أنه يعني مع حضور التاريخ في يعني بالاشكال التي يعني اتيت على ذكرها، لكن يعني كصاحب العمل اقول انه انا عمل ليس تاريخيا يعني. نعم، متفقين. فقط نحن اتفقنا تماما على أنها ليست رواية تاريخية، لكن قلنا يعني نريد أن نفهم حضور التاريخي ويعني تأثير البعد التاريخي أو الخلفية التاريخية في هذه السردية الروائية. ليس لا. وطبعا هناك منظرو الرواية التاريخية يقولون التاريخ المؤرخ يكتب يسرد ما كان، ويعني يهمه الصدق والاستدلال على صحة ما يروي، بينما الكاتب حتى وإن كان يؤرخ فهو يؤرخ لما يمكن أو ما كان يمكن أن يكون، ويعني هو يعتمد أساسا على المخيلة ولا يعتمد على الوثائق التاريخية. قلت التاريخي حاضر ومؤثر أيضا من خلال طريقة سردك للأحداث للحكاية، وربما حتى مؤثر على حبكة الرواية إن شئنا أن نقول. فأولا أنت قسمت أو الرواية تنقسم إلى مرحلتين، يعني إلى قسمين إن شئنا أن نقول في مستوى الحكاية. هناك حكاية الأب في البداية في المرحلة الأولى، أو مروية أو سردية الأب شلا، ثم سردية هوزان ابنه. هكا كيف ننطق الاسمين يعني؟ سليم، نطقا سليما. طيب، وما الذي يعني كيف يمكن أن نبرر هذا الترتيب أو هذا التوزيع للمادة السردية في الرواية؟ يعني يبدو أن الطريقة التي تغلب عليه هو سرد حياة، معناها ما حدث، ما عاشته الشخصية بتفاصيلها، وتنتهي السردية عند انتهاء حياتي أو سيرتي الشخصية لتبدأ سيرة الشخصية الثانية. ويعني
ليس هناك ربط بطريقة التحبيك إن شئنا والتشبيك يعني بين السرديتين، بين الشخصيتين، بين السيرتين إلى غير ذلك. إذا ما الذي يبدو لنا في الرواية؟ غلبة السيري، الأسلوب السيري، السرد السيري إن شئنا، على السرد الكتابة الروائية. مثلا على سبيل المثال، الشخصية تخضع، حياة الشخصية هي كأنها نتاج ملابسات السياق التاريخي الذي وجد، يعني كأن الأحداث التاريخية العامة هي التي تحكمت وسيرت ووجهت الشخصية، فكأن الشخصية توجهها الأقدار، وفكرة القدر والأقدار حاضرة بكثافة إلى غير ذلك. طبعا هذا لا يدخل في التاريخ، متفقين، هذا ليس تاريخا، هو ما يمكن أن نسميه إيهام بالواقعية أو إيهام بالمرجع أو إلى غير ذلك. يعني هل تعمدت أن تكتب روايتك بهذه الطريقة، يعني السردية السيرية التاريخية؟ يعني الرواية فعل عمد، ليس ككتابة القصيدة، الحالة تأتيك نعم. إن لم توثقها تذهب تلك الحالة يعني. لا، الكتابة الروائية فعل عمد وعن سبق إصرار وتصميم، مع بروق الفكرة والهيكلة والتنظيم والشخصيات وبناء الشخصيات والأحداث والتواريخ والتشكيك في التواريخ كل هذه التفاصيل فعل عمد عن سابق إصرار وترصد، كأنك تقترف جريمة وتود لها أن تكون جريمة كاملة، لكن ربما يعني لا تكون جريمة كاملة يعني. ف... ف... فالرواية يعني نعم هنالك فعل، لكن اسمح لي أن أنا لا أستخدم يعني مفردة تبرير. يعني كيف لنا نبرر أن هذا ما بين أيدينا؟ يعني أنا أستخدم التفسير، يعني يعني الصعيد عن التبرير، تفسير ما جرى يعني، أو ما حدث. نعم. يعني سآتيك بمثال يعني، والأمثلة أكثر من أن تحصى. يعني إذا كانت 100 عام من العزلة تحكي عن عدة أجيال، وأنا في هذه الرواية في يعني كأنني لم أكن يعني تناولت فقط يعني جيلين، الأب والابن نعم. يعني. الأب والابن مش يعني ثالوث يعني ثنائي، الأب والابن. وطبيعي أن يكون هنالك تداخل ما بين ذاكرتين، ذاكرة الأب المصدرة إلى الابن، وأحيانا الذاكرة المشوشة في جلسات المعالجة النفسية، يتحدث عن أحداث لم على يعش. لسان أبيه لم تكن موجودة، نعم، لم يعش. ويتحدث عن نفسه أيضا أحداثا ليست موجودة أثناء جلسات العلاج النفسي لهوزان وشارلو، وهو ابنه، الأب والابن الجيلين يعني يعني شخصان وهميان، مش لا يوجد يعني أنا أتحدث عن فتاة البلجيكية في الرواية الأولى، وهي شخصية موجودة أو حقيقية وتعيش حتى الآن، والشخصية التونسية أيضا مع تصرف وتخيل وإضافة تخيل. لكن في هذه الرواية يعني أكاد أقول لك باستثناء الشخصيات السياسية والزعامات المذكورة، يعني عبد الكريم قاسم أو الملا مصطفى البرزاني هذه الشخصيات السياسية المعروفة، كل الشخصيات الأخرى وهمية، كلها وهمية يعني. عودة إلى ما يتعلق بالكتابة السياسية. أستاذ، أريد عفوا يعني على المقاطعة، حتى يعني عندنا وقت ونريد أن نمر بجميع النقاط التي أعددتها حتى نعطي فكرة واضحة عن روايتك الجميلة. تفضل تأكمل الفكرة يعني إن شئت. صوت بعد إذنك بس ارفع شوي. صوت طيب، الصوت أرفعه قليلا. طيب. أنا بالعودة يعني لمسألة السيرة أو الكتابة السيرية، هذا تكبير
وليس كلاما قطعيا. يعني في ظني أنه مهما حاول الكاتب يعني التنصل أو الكتابة بموضوعية، ستتسرب شيء من ذاتيته ومن سيرته الذاتية إلى النص، سواء عبر الشخصيات، يعني حتى ولو الشخصيات تكون على طرفي نقيض، يعني سيحاول الكاتب أو ستتسرب تناقضات الكاتب إلى داخل شخصياته أيضا. هذا على مستوى السيرة الذاتية. الكتابة السيرية أيضا فيما يتعلق بوجهة نظرك أنه سيرة الأب وسيرة الابن وسيرة هذين الجيلين في إطار السردية الكردية والسيرة الكردية بشكل أو بآخر، نعم كان هنالك فعل عمد، لأنه نسبة الحضور الكردي في هذه الرواية تتجاوز الحضور الكردي في الروايات الأخرى. يعني في وطأة اليقين يعني نسبة الحضور الكردي ربما 25%، في الأفغاني سماوات خارقة أيضا. لكن في كأنني لم أكن، بإمكانك أن تقول أنه في حدود 80 إلى 90% الحضور الكردي، الهم الكردي. لكن الأكراد الذين يعني اندمجوا في المجتمعات الأخرى، يعني أيضا هنالك أكراد اندمجوا في المجتمع العراقي البغدادي أو في المجتمع الدمشقي، أو الأكراد الذين اندمجوا في المجتمع المصري أو الأردني، أكراد والمجتمع اللبناني، لم يفقدوا جذورهم، لكنهم صاروا يعني أضافوا إلى هويتهم الموروث الهويات الأخرى في شخصية روزان الفنان التشكيلي، اللي لا يتنكر لتاريخه الكردي ولجذوره الكردية، لكنه يتفاعل بشكل أو بآخر مع المحيط العربي أكثر من تفاعله مع محيطه الكردي بشكل أو بآخر. هذا التفصيل لم يعالجه في تقديري حتى الروائيين الكرد. يعني التفصيل الأكراد الفيليين أو أكراد بغداد أو أكراد دمشق يعني لم يصار إلى معالجة حيواتهم أو تصورهم أو تفكيرهم أو علاقتهم بهويتهم وبأصلهم وبجذرهم. أنا حاولت، لا أقول نجحت، حاولت أن أعالج هذا التفصيل في شخصية أورجان ككردي من أكراد دمشق، ولد في دمشق فهو من أكراد دمشق، لكن تدخل في هويته الموروث الروسي والموروث الأوكراني والموروث السوري، وكل هل تجتمع في تكوينه المعرفي والثقافي مجموعة معقدة من العلاقات والثقافات. سنأتي إلى مسألة الهوية بعد قليل، لأن نريد أن نتدرج من الجانب الشكلي الفني في الكتابة إلى القضايا التي تطرحها الرواية. سنبقى قليلا في الجانب الفني أو الشكلي للرواية. في الواقع يعني رغم ما أشرت إليه أنا من حضور التاريخي والسيري وإلى ذلك، وجدت أن روايتك أيضا قائمة على بنية كما قلت أنت، وفيها نوع من التخطيط ونوع من الهندسة المعمارية. على سبيل المثال ربط البداية بالنهاية مثلا، هذه مسألة مهمة في بناء الرواية، لأنك بدأت بداية معينة في الرواية، مسألة السرداب والمخطوطات وإلى غير ذلك، ثم يعني انتهت الرواية بفصل أيضا عودة إلى السرداب وإلى مسألة المخطوطات. والوصية يعني تتواصل وتتكرر طبعا. وهذا البناء أو يعني ربط البداية بالنهاية لا يجعل الرواية منغلقة، وهذا الجميل في الرواية، بل يجعلها رواية منفتحة، لأن مسألة هذا يعني الكنز الذي يوجد في السرداب ظل رمزا أولا، وظل وصية مفتوحة إلى الأجيال الأخرى، وأيضا ظل يعني غامضا يحتاج إلى مزيد من التأويل، يعني ربما ربط الهوية والتاريخ والجذور والذاكرة
يعني بالمستقبل وبالحداثة وبالأجيال المقبلة، ربما هذا تأويل. الملاحظة الثانية أنك يعني بنيت السرد على ظاهرة التضمين أو الاستطراد، بمعنى السرد الحكائي في ألف ليلة وليلة، أي أن تتضمن حكاية شخصية معينة حكاية شخصية أخرى أو شخصيات أخرى. أيضا أغلب الشخصيات لها حكايات تحكيها، لأن هذا رابط جميل بين الشخصيات، فهي كلها شخصيات يعني مثل ألف ليلة وليلة، لعل ما يعني حضورها دائما مبرر، وقيمته ووظيفته أن الشخصية حكاية تحكيها. حتى سائق الأجرة، سيارة الأجرة له حكاية يحكيها، وحتى العميان لهم حكايات إلى غير ذلك. ثم طبعا هناك درجات، طبقات، هذه الحكايات ليست كلها متكافئة متساوية. هناك حكاية الأساسية حكاية شالاو الأب وحكاية هوزان الأب، والبقية هي حكايات يمكن أن نقول تثري، تفتح آفاقا أخرى، نوافذ إلى غير ذلك. يعني فكرة تعدد الحكايات وتنوع الحكايات هي فكرة جوهرية في روايتك، لأنك أصلا في النص التمهيدي قلت لسنا الحياة ليست مدرسة ولسنا تلاميذ أبديين، الحياة حيوات روايات لا حصر لها. وهذا فكرة يعني رائعة إن شئنا أن نقول. أريد أن أضيف أيضا أن هناك روابط أخرى في الرواية. في الظاهر الحكايات المتعددة هذه والمتشعبة يعني، لكن هناك روابط بين هذه الحكايات. مثلا وجدت أنك تربط هذه الحكايات بنقاط معينة. مثلا أهمية ما يروى، أن كل حكاية من هذه الحكايات لها أهمية بالنسبة إلى الراوي وبالنسبة إلى المروي له. مثلا الابن بالنسبة إلى الأب، أو يعني شالاو يروي لهوزان، أو شالاو يروي لأولغا تروي لهوزان مثلا، هوزان يروي للطبيب للعلاج مثلا، إلى آخره. يعني ثمة قيمة ما فيما يروى بالنسبة للراوي بالنسبة للمروي له. أيضا تشترك المرويات على اختلافها في الطابع السيري. يعني كل واحدة هي خلاصة سيرة تاع شخص، حياة كاملة. والسيرة ترتبط بالذاكرة، النسيان، المكان، الهوية، علاقة الأنا بالآخر. إذا هذه السرديات يجب أن تتعدد وتتنوع حتى تكون الفكرة التي تدافع عنها في الرواية فكرة الهوية المتعددة، الهوية المركبة، الهوية المنفتحة، وليست هوية واحدة في شخص واحد في سيرة واحدة. أريد أن أختم بملاحظة أن هذه التجارب أيضا تشترك في الفن. أغلب الشخصيات لها علاقة بتجربة الفن. مثلا شالاو وأولغا كلاهما يعزف يعني الموسيقى عازفان. هوزان هو يعني فنان تشكيلي رسام، وحتى زوجته شاركت معه في المعرض وفي أشياء أخرى. إذن هل يعني تريد أن توضح لنا هل أن هذا الشكل الذي كنت أتحدث عنه له علاقة فعلا بمسألة تصورك وتمثلك للهوية؟ يعني لا تعليق على قراءتك، لأنه بالفعل أنا في هذه التفاصيل تعاملي معها كان يعني فعل عمد. وأنت يعني هذه الجرائم التي اقترفتها بين قوسين واضحة لك كقاضي تحقيق، يعني استطعت التقاط التفاصيل، انه يعني هذه الحكاية فلان يروي لفلان. الحياة بمجملها التي نعيشها الكل يروي للكل. أنا أروي لك، أنت تروي لي، نروي قصة واحدة مع إضافات. يعني إذا أنا وأنت اشتركنا في رواية نفس القصة
سيكون هنالك إضافات من خيالك على هذه القصة التي رواها قبلنا آخرون. هذه هي الحياة، الكل يروي للكل، الكل ربما يسهو، البعض يسهو عفوا عن تفصيل معين، هنالك تفاصيل أخرى مضافة، وهكذا تنمية القصص داخل الرواية. يعني الفعل التنموي داخل الرواية أن تكون بتضافر وتداخل وتعاضد، شبكة معقدة من القصص الثانوية التي تدعم القصة الاستراتيجية، القصة الأساسية أو الرئيسية. وأحيانا في تقديري، في كأنني لم أكن، أي تفصيل أو ما نعتبره تفصيلا إذا حذفناه يعتبر يعني تفصيلا استراتيجيا قد يؤثر على الفعل الأساسي، على القصة الأساسية يعني. وبالتالي هنالك شيء من الضبط. كما أنت ذكرت أنه هذه الحركة الدائرية البداية والختام، لكنها ليست بتلك السردية المغلقة أو المحصنة أو الموصبة. لا، هنالك يعني مفاتيح، صحيح ربما تبدو مغلقة، لكن القارئ يمتلك كما من المفاتيح الواضحة الموجودة في الفاتحة وفي ضمن النص، وكما من المفاتيح الخفية التي يفترض به أن يتعب نفسه قليلا كي يبحث عنها. هل هذا يعني بالمحصلة يعني هي محاولة الآن، يعني بالنسبة لي هذه المحاولة ما يعني لم يمضي عليها سنة، يعني من نيسان الماضي ابريل الماضي صدرت، وبحدود 11 شهر ما زالت هذه المحاولة غضة وطرية وبحاجة إلى من يتتبعها ويقرأها بشيء من التأني لا أزعم بأنها رواية معقدة، لا لكن لا، هي ليست يعني بتلك بساطة، التربية سطحية. الساذجة البسيطة يعني. نعم، فعلا. سنتتبع الآن في بعض قضايا الرواية، ونقف على بعض الإشكاليات المطروحة والرؤية. يعني هناك دائما مسألة مطروحة وهناك رؤية مختلفة إلى تلك القضية. قضية الذاكرة، ما أهميتها؟ ما هي أهمية الذاكرة؟ ما هي وظيفتها؟ ما هي دلالتها العميقة أو دلالتها الرمزية؟ الذاكرة في الرواية، يعني أريد أن أشير إلى بعض الإضاءات وأعطيك التوسع. الذاكرة في الرواية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه الشخصيات في سرد الأحداث. إذن هي تسرد الأحداث اعتمادا على ما تتذكره، على ذاكرته، وأيضا هي تبرر هذا السرد أو تحدد طريقته. يعني سرد تذكري، سرد يقوم على تداعي الذكريات، يعني في شكل حكي شفوي إن شئنا أن نقول. فما تذكره الشخصية يعني يسرد، طبعا يسرده السارد، وما تنساه الشخصية أو يسقط من ذاكرتها لا نجده حاضرا في السرد. وأشير إلى بعض الشواهد من روايتك تؤكد على ذلك. من ناحية أخرى، من ناحية أولى التأكيد على أهمية الذاكرة أو اعتماد الذاكرة من خلال الشواهد التالية: الحفر العميق في ذاكرة هوزان يستعرض خلالها شريط الذكريات، صوتها عاد إلى ذاكرة شالاو أيام الطفولة، عادت به الذاكرة إلى احتفال إعلان الاستقلال، صار يستحضر الذكريات ويفكر في كيفية نقل تفاصيلها، تسرد تفاصيل الذكريات في الفندق إلى غيره. يعني تتواتر مثل هذه الجمل في الرواية. في المقابل شواهد أخرى تعبر عن عندما تخون الذاكرة أو تضعف الذاكرة. يقول نعم سقط، وهذه استعارة جميلة تعود بنا أيضا إلى رمزية من رمزية السرداب. سقط السرداب من ذاكرة هوزان وصار نسيا منسيا وكأنه لم يكن. لاحظ هنا جملة العنوان لها علاقة قوية بالذاكرة والنسيان.
يقول أيضا لم يكن يحتفظ في ذاكرته سوى بذكريات كذا وكذا. إذن الذاكرة منحت السرد الروائي التخيلي شكل السرد السيرة ذاتي أو السرد التذكري، وهذا اختيار فني جمالي أنا أعتبره موفق ويعطي الرواية قيمة جمالية كبيرة. لماذا؟ لأنه أولا ساهم في تقوية الإيهام بالواقع والمرجع، لأن الشكل السيرة الذاتي هو من أقوى الأشكال السردية التي تعطي وهم أو إيهام بالواقع وبالمرجع. ثانيا لأنه سرد ذاتي، سرد ذاتي يعني كل واحد يسرد من زاوية نظره الخاصة، سرد ذاتي إذا منظور باطني. ثالثا هذا يؤثر في القارئ، يجعله يندمج مع الأحداث بسهولة ويتماهى مع الشخصيات، وأنا لم أستطع أن أمنع نفسي من الاندماج والتماهي مع الشخصيات رغم أنني قارئ ناقد ولست يعني قارئا. أيضا هذا يمنح السارد أو يمنح الشخصية الساردة الراوية منظورا استرجاعيا، منظورا ما بعديا للأحداث، منظورا ما بعديا. هذا يمكنه من ربط الماضي بالحاضر. إذن في الرواية ده كثير ما يتم ربط الماضي بالحاضر. أقرأ مثلا في الرواية كل تلك الأسئلة لم أجد لها أجوبة في حينه وحتى هذه اللحظة يا بني. إذن واضح هنا وضعية شالا والراوي السارد في الحاضر لا تختلف عن وضعيته وهو شخصية في الماضي. أيضا القدرة على الاستباق والاستشراف في روايتك. مثلا لاحقا عرف شالاو أن تلك السفينة من غنائم نهاية الحرب، عرفت فيما بعد أن اسمه قراص، بعد مضي عقدين ونصف عرفت كذا وكذا. لم يعرف أن، انظر هذه الجملة التي شدتني، لم يعرف أن الأقدار تخبئ له مفاجأة غريبة ستهدد مشاريعه وأحلامه. يعني الوضع الموقع الراوي البعدي الذي تسمح له بأن يستبق وأن يستشرف. أيضا إقحام الذات الراوية تقحم في السرد، فتأتينا بتأملات وبتفكير عميق في الوجود وفي قضايا عديدة ويستخلص العبر والدروس إلى غير ذلك. يعني أنت أستاذ، هل الكاتب عندما يختار هذا الشكل السردي في الكتابة يعني هو ملم بكل ما يمكن أن يمنحه السرد الكاتب؟ أنت ذاكرة وأنا ذاكرة، البشر ذاكرة. نحن ذاكرة أنفسنا وذاكرة وندخل في ذاكرة الآخرين. يعني الآن هذا الحوار الذي جرى بيننا بشكل أو بآخر يعني أصبح جزءا أو سيصبح جزءا من ذاكرتنا، وبالتالي البشر ذاكرة. الذاكرة تدخل في الهوية، تدخل في السلوك، وفي النص الروائي في هذه السردية، في هذه المحاولة حاولت أن تكون الذاكرة يعني الطاقة المحفزة للسرد، طاقة تأملية، طاقة استحضارية كما ذكرت. وبالتالي نعم، يعني كل ما أشرت إليه فيما يتعلق بموضوع الاستحضار والذاكرة، وأحيانا الذاكرة القوية والذاكرة المشوشة اللي يعني تدخل فيها أحداث يعني لم تكن موجودة أصلا. كيف تسربت إلى عملية الاسترسال والحديث أثناء جلسات العلاج النفسي للفنان التشكيلي هوسان. وبالتالي فعل الذاكرة، إعادة إنتاج الأحداث بفعل الذاكرة له بشكل أو بآخر. أنتم يعني معشر النقاد لهذا السلوك له دلالاته يعني، وله وظائفه الفنية ربما تكون يعني ناجحة
وربما تكون يعني نصف منزلة بين منزلتين. نعم. أنا حاولت في ال- هذه المهم والأهم بالنسبة إلي كقراءتي طبعا للرواية، الذاكرة لم تكن فحسب أداة أو وسيلة فنية السرد، وإنما هي أيضا موضوع تيمة مطروحة للتأمل والتفكير. مثلا أنت في روايتك تطرح مسألة أهمية الذاكرة في علاقتها بالمكان، وقد طرحت الموضوع بطريقة مدهشة. مثلا تقول البيوت لا تقاس بمساحاتها بل بحجم ما تملكه من كنوز الذكريات. وتقول أيضا من يحزم حقائب الرحيل من أي مكان يستحيل عليه حزم أمتعة الذكريات. استعارة أمتعة الذكريات رائعة، يعني استعارة جميلة جدا. أمتعة الذكريات أنت والله الآن تشير يعني أنت شاعر. تذكرني بأشياء أنا نسيتها، سقطت من ذاكرتي. وجميل أن يكون الشاعر أيضا حاضر بطريقة وظيفية، موظفة بطريقة يعني عميقة وليس بطريقة مسقطة. أمتعة الذكريات التي دثرها هناك لا يمكنهم أخذ كل شيء يذكرهم بأي شيء جرى معهم في طشقند. يعني ما أجمل هذا التعبير، يعني الإنسان لا يستطيع أن يحمل جميع الأشياء، ولذلك هو يلجأ إلى الذاكرة يعني ويستعين بالذاكرة. وأنت تقول أيضا على فكرة، اسمح لي بمقاطعتك. في روايتي الثانية حفلة أوهام مفتوحة، أيضا الشخصية الرئيسية ليس فنان تشكيلي، إنما روائي وشاعر يفقد الذاكرة. كان جنديا في الحرب الكورية، شخص بلجيكي يشارك في الحرب الكورية سنة 1950 51 52، ويفقد الذاكرة هناك، ومع فقدانه الذاكرة يفقد الهوية، يفقد الإحساس والانتماء، ويكسب الذاكرة الكورية، ثم الذاكرة الكردية في تركيا، ثم يأتي إلى بلجيكا وطنه عاملا في يعني ليس يعني كشخص بلجيكي، إنما كعامل تركي لكي يعمل في مناجم الفحم. نعم. في رواية حفلة أوهام مفتوحة، الثيمة أو إحدى الثيمات الرئيسة في تلك الرواية هي فقدان الذاكرة. إنما الآن أنت تأتي في وتشير إلي أنه في هذه الرواية كأنني لم أكن حضور الذاكرة يعني حضور الذاكرة. الذاكرة أيضا حاضرة في علاقتها بمعنى الفقد والغياب والغربة. إذا ربط أيضا ربط جيد جدا بين الذاكرة والفقد والغياب والغربة. تقول مثلا الأشياء حين تبتعد عن العين تقترب أكثر من القلب والروح والعقل، وإلا مما ينتج التوق والحنين الجارف والجامح لأشياء فقدناها بفعل الابتعاد، وبقيت لصيقة القلب والروح والعقل إلى آخره. فقرة كاملة يعني جميلة من الناحية الشعرية ومن ناحية التأمل الفلسفي. في علاقة الذاكرة بالفن أيضا، أنت تربط في الرواية بين الذاكرة والفن. فن الرسم مثلا، أن هوزان عندما فقد النظر اعتمد على ذكره وامتلك أو كانت عنده قدرة على أن يتذكر الألوان وتذكر الأشكال، وتقول صار يعتمد على خياله. وهذا تجربة مثيرة جدا في الرواية. أيضا علاقة الذاكرة كما قلت بالمرض وباستعادة التوازن. ويبدو أن هوزان واكتشف معه الطبيب أنه أثناء السرد والتذكر كان يعني يعاني من نوع من الذاكرة، وسميها الذاكرة المركبة، ولكن هو نوع من الانفصام أو نوع من عدم التوازن النفسي والتوازن في مستوى الذاكرة، لأنه يخلط بين ما وقع وما لم يقع، بين الواقع والمتخيل، أو بين ذاكرته وذاكرة والده على ما يبدو. إذن أردت أن أطرح عليك سؤال وأتركك تجيب.
الذاكرة أهميتها ليس في الرواية فقط، ولكن بالنسبة إلى يعني الذاكرة الفردية والجماعية بالنسبة للأكراد. أتمنى أن تكرر السؤال مرة أخرى لو سمحت. يعني في علاقة بالرواية وكذلك خارج الرواية، أهمية الذاكرة الفردية والجماعية بالنسبة إلى الأكراد. أولا فيما يتعلق في تفصيل بسيط، يعني اللي بيشتغلوا في حقول الإبداع، تشكيل، موسيقى، رواية، شعر، بشكل أو بآخر لديهم عقدهم وأمراضهم بنسب، بمقدار. أحيانا هذه العقد والأمراض النفسية في صام كذا تكون يعني محفز، يعني أو كملح الطعام، إن زاد أفسد أو إن قل أيضا يعني. فيما يتعلق بسؤالك في الذاكرة، أيضا كما ذكرت البشر ذاكرة، الإنسان ذاكرة، يعني الذاكرة تدخل في صناعة أو في تشكل الهوية وتشكل الوعي المعرفي، وحتى يعني تتسرب إلى اللاوعي بطريقة أو بأخرى. كل المعارف والمشاهدات وما نسمعه وما نعيشه بشكل أو بآخر عبارة عن خزين الذاكرة على المستوى الفردي، على المستوى الجمعي. ذاكرة مجتمعات، يعني أو أقوام أو شعوب أو أوطان. هذه الذاكرة الجمعية أيضا هي شبكة معقدة ومهولة من يعني التفاصيل البشرية وحيوات البشر وذاكرة البشر، فطبيعي أن تتسرب. لكن الآن عندما يعني أنت أتيت وأنا يعني وأنت تتحدث عن الرواية وما التقاطاتك للرواية، وأنا أتذكرها لأنه أنا اشتغلت على أعمال روائية أخرى فنسيت رواية تفاصيلها. أنت الآن تساعدني في حديثك على الاستحضار، على تذكر العمل اللي أنا كتبته يعني. ومش بس هيك، يعني جعلتني أتذكر، يعني أعود إلى روايتي التي كتبتها وصدرت في 2018، واللي فقدان الذاكرة وفيما يتعلق. يبدو لي أنه الذاكرة يعني لا أعلم، ربما تكون حاضرة في الأعمال الأخرى، يعني في العمل الأول، في العمل الثالث، إذا في العمل الثاني موجودة كفقدان، في العمل الرابع موجودة كاستحضار. فاستنفار واستحضار وتوظيف الذاكرة في كأنني لم أكن أعتقد أنه السؤال يوحي، يعني السؤال تأملي ويغوص في الكينونة واحتمالات وجودها من عدمه. على ماذا يعني سيعتمد طارح السؤال أو صاحب الرواية؟ أنه على الذاكرة الفردية، ذاكرة الشخص و الجمعية الثقافية. نعم، الفردية والجمعية. وأحيانا يعني أنت ذكرت، أتيت على ذكر بعض أمراض الذاكرة، سموم الذاكرة. في الذاكرة أمراض، يعني الذاكرة الحديدية القوية الشديدة يعني ما فيها نسيان، هي تكون ذاكرة قاتلة. نعم. ويعني والنسيان بالنسبة للذاكرة أحيانا يكون يعني بطعم السكر، يعني ننسى قليل من آلامنا أو كذا، أو بمثابة البهارات أو التوابل والملح، يعني النسيان بالنسبة لي. نعم. الآن أستاذ ساعدنا على أن ننتقل إلى فكرة أخرى معناها تلفت الانتباه في روايتك أيضا، وأنا أعتبرها أيضا من نقاط القوة في روايتك. وروايتك حقيقة فيها نقاط قوة كثيرة عديدة يعني حقيقة. المفاهيم، يعني ثم تفكير عميق، تفكير فلسفي عميق، وتفكير تأملي عميق في وجود الإنسان وفي
مختلف يعني المفاهيم التي تحيط به، لكنك أنت يعني كأنك تعمدت أو قصدت، وهذا ما سأسألك عنه، إعادة النظر في المفاهيم، بل قلب وعكس هذه المفاهيم رأسا على عقب. مثلا بدءا بأول جملة، أول جملة ذيك في الرواية، الندم على ما لم يقترفه الإنسان. هذه مفهوم جديد، أن يندم الإنسان على ما لم يقترفه. ثانيا نأخذ مثلا النور والعتمة، النور والظلمة. تقول لكل نور عتمته، ولكل عتمة نورها. ثمة أنوار تعتم وتعمي، وثمة عتمة تنير البصائر. نأخذ مثلا الوطن يتحول أحيانا إلى غربة، والغربة تتحول إلى تصبح هي الوطن، تشقن مثلا. العمى والأبصار، الأعمى مستيقظ لا ينام، أو ونائم لا يستيقظ. يعني يعني أربكت المفاهيم في أذهاننا. العمى كشف لهوزان، كشف له ما لم يستطع اكتشافه مبصرا. ويقول أي سرداب من العمى والصمم وضعت نفسي فيه طوال هذه السنوات. يعني عندما كان مبصرا يبدو أنه كان أعمى، وعندما أصيب بالعمى أصبح مبصرا. أيضا الجهل بالذات، تقول وجود، أو يقول البطل وجود نسبة من جهل الذات مفيد للذات نفسها. أيضا الطبيب يصبح الطبيب والمريض، يصبح المريض هو الطبيب والطبيب يصبح هو المريض، في حاجة إلى هذا المريض ويتعلم منه. المبصرون، السواد والبياض، قلت المبصرون شوهوا سمعة اللون الأسود. إذا أعدنا النظر هنا في مسألة الألوان. الهامش والمركز. أولا الطبيب يبدأ حواره من الهامش ليصل إلى المركز، عكس ما نعرف. ثانيا يقول كل هامش في الحياة هو مركز أو بؤرة، وكل مركز هو هامش. حتى الفوضى لها قانونها، في الرواية تقول لها قانونها إلى غير ذلك. العشيقة أيضا، العشيقة اللي ننظر إليها نظرة أخرى، تقول العشيقة باحثة عن الذات العاشقة، فتصبح لها صورة أخرى. تحدث عن المراهق الناضج والناضج المراهق إلى غير ذلك. إذن هناك قلب للمفاهيم وكسر للمسلمات والمعتقدات المستقرة في أذهاننا وفي وجودنا. هل وظيفة الروائي، يعني دوره أن يجعلنا، يعني عادة نسمع كل الروائي هو الذي يبشر يعني ويعمل إعادة القيم والمثل ويعني الثقة للإنسان ذلك، ولكن هنا الرواية تبلبل وتربك أذهاننا وتجعلنا نعيد النظر في كل شيء. الكتابة هي فعل قراءة العالم، قراءة المحيط، قراءة الذات، قراءة الآخر. فعل الكتابة وأنت تكتب وأنت تقرأ. عندما تكتب نصا نقديا عن رواية أنت تقرأ، تمارس فعل القراءة. وعندما تكتب نصا روائيا أيضا أنت يعني مجمل قراءاتك وتستنفرها وتستحضر وتستفرغها يعني على المساحة البيضاء والصفحة أو الصفحات البيضاء. لا تنتظر من الروائي أن يعزز لك يقينياتك وقناعاتك، أو أن ويقول لك بأنك على حق إلى أبد الآبدين. لا، انتظر منه بعض الأسئلة وكي يمتحن وعيك ويمتحن مدى يعني القناعات والمسلمات والبديهيات التي أنت موقن بها أو مؤمن بها أو تسلم بها. يعني في تصوري أن القارئ ينبغي أن يبحث في الرواية عن ما يحرك الأسئلة لديه، لا أن يعزز
اليقين والأمور القطعية والمبرمة، وأنه خلاص على حق. لا، القارئ ليس دائما على حق. الإنسان لا الكاتب دائما على حق ولا القارئ دائما على حق. هنالك النسبي في العملية التواصلية ما بين القارئ والكاتب، وبالتالي لا ينتظر أنا كأي قارئ لا أنتظر من نص نقدي أو نص روائي أن يعزز ما أنا فيه، بل أن يحفز لدي الأسئلة. يعني أين أخطأت؟ مساحة الخطأ الموجودة لدي، يريني مساحة الجهل الموجودة لدي، وبالتالي أن يحول يعني الجهل يعني إلى معلم. أنا كشخص، وفي حوار قبل أيام جرى معي قلت أنه من أحد أساتذتي في هذه الحياة الجهل نعم. يعلمني يعني. نعم. لكنني يعني أكرر أنه الحياة ليست مدرسة أبدية ولسنا تلاميذ أبديين يعني. وبالتالي الفقر أستاذ، الرواية أستاذ، الأدب أستاذ، النقد أستاذ، كل هذه التفاصيل. لكن الحياة هذه ينبغي أن نعيشها، لا لكي نقضيها ونحن نحاول أن نفهمها كل شيء. لكن يعني حبذا انه انا هكذا يعني في تصوري او فهمي انه الروايه في احدى اوجهها ينبغي ان تحرك طاقه او تحفيز اعاده النظر في المسلمات التي كنا انه هذه قناعه او مبدا او امر مسلم به او متفق عليه. ولكن ياتي الروائي ويقول لا لا، هنالك زاويه اخرى يمكنك ان تنظر اليها، الى المشهد، وفي تنوع زاويه الرؤيه لنفس الشيء تختلف الرؤيه، وباختلاف الرؤيه تختلف الافكار، وما نعتبره مسلما يتضح لدينا انه أنه ليس بديهي. نعم. ليس ليس بديهيا، بديهي. وربما يكون خطأ، نعم. ربما يكون خطأ فادحا أقررنا بصوابه. الروائي أيضا يعني بالإضافة إلى كونه معناها يعني يمتلك مساحة كبيرة من الحرية في أنه يعني يعيد طرح الأسئلة ويعيد إعادة النظر، ويدعونا إلى إعادة النظر في أشياء عديدة كما قلنا اعتقدنا طويلا أنها حقائق وأنها بديهيات. أيضا بالإضافة إلى ذلك هو يمتلك أداة بين ظفرين سحرية ومؤثرة جدا، هو السرد، هو الرواية، عالم التخيل، لأنه يضعنا في ذهني وفي عقلي وفي داخل الشخصية، وهي تعيش التجربة أو تعايش التجربة، ويكون كلامها نابعا من هذه التجربة وليس كلاما نظريا أو كلاما مسقطا أو إلى غير ذلك. من هنا نحن نستمع إلى الشخصيات الروائية ونتأثر بها أكثر مما نستمع إلى الأساتذة وإلى كتب الفلسفة وإلى كتب الأخلاق. من القضايا التي أثرتها أيضا بطريقة أعتبرها يعني جميلة هو قضية الوطن أو مفهوم الوطن، مفهوم الانتماء. الرواية تنقد النظرة الضيقة للوطن، النظرة الدغمائية للوطن، النظرة الإيديولوجية السياسية إلى غير ذلك، التي في الرواية أدت إلى مآسي، إلى تخوين البطل أو الروائي، إلى الحروب، إلى العنف، إلى الغربة أيضا، إلى الغربة، إلى التشرد، إلى التيه، إلى تشتيت الأسرة إلى غير ذلك. وحتى الشعور بالانتماء يعني أصبح مهزوزا أو أصبح مشكلا. ولكن أيضا تطرح من زاوية أخرى الوطن في علاقة بالذاكرة، في علاقة بالتاريخ، في علاقة بالمكان، وهذا مهم جدا، علاقة الوطن بالمكان. يعني ليس الوطن بالضرورة مكان الولادة،
هو يمكن أن يكون مكان التجربة ومكان الحياة، أين عشت وأين أنشأت علاقات إنسانية مع البشر، وأين يعني كونت الذكريات في ذلك المكان. فهذا يصبح مثلا حاجي عمران المكان الأصلي، وطشقند التي عاش فيها شالاو إلى غير ذلك. إذا أنت تطرح مفهوما إنسانيا أيضا للوطن، مفهوما إنسانيا. شالاو يوصي مثلا يقول: كونا للحياة تكن لكما، كونا للإنسانية تجداها في متناولكما حضنا وحصنا. ويقول طشقند التي كانت غربة بالنسبة إلى شالاو تحولت إلى وطن. وتقول الوطن من الأشياء التي نقترب منها أكثر حين نبتعد عنها أكثر. وحنين شالاو إلى وطنه الجديد طشقند، وطنه الجديد طشقند بعد عودته إلى كردستان إلى موطنه، صار يحن ويشتاق إلى طشقند التي تحولت إلى وطن. يعني لو تلخص لنا رؤيتك معناه للوطن، لمفهوم الوطن. رؤيتي للوطن هو يعني هي ما ذكرته في الرواية، يعني حيثما أشعر به الحرية. يعني ما نفع الوطن إن كان موبوءا بالفقر والحروب والصراعات والفساد والسجون وانعدام الحريات. يعني حتى لو كنت يعني في بروج مشيدة أو في قصور، لكن كأنك جزيرة في بحر من الفقر والفساد والظلم والصراعات. يعني ما نفع هذا الوطن يعني. ما فالشالاو عندما أو العمل الروائي عندما تحاول إعادة النظر في مفهوم الوطن والغربة. يعني أنا يعني حتى في إحدى عطفا على هذه المسألة، يعني ذكرت في ندوات أخرى أنه لا يوجد شيء حاليا أدب المهجر. يعني ما عاد هنالك شيء اسمه أدب المهجر، لأنه نحن بشكل أو بآخر يعني وسائل الاتصال في الحياة تغيرت، أنماط المعيشة تغيرت، وسائل الاتصال تطورت، الحياة تطورت، فما عاد هنالك. يعني نحن لا نتعامل بالحمام الزاجل حاليا. يعني أنت في تونس وأنا في بلجيكا، وفي نفس اللحظة هنالك من يشاهدنا في بقعة أخرى من العالم. وبالتالي مسألة المحجر، الغربة، يعني حاولت في هذه الرواية تقديم تصور إنساني لمسألة الانتماء، لمسألة الوطن المتعلقة بالوعي، متعلقة بالحضور، متعلقة بالوطن الذي جعل من شالاو راعيا ثم مقاتلا باحثا عن العدو لكي يقتل العدو لكي يتحرر الوطن. وبالتالي كل هذه حركة النزوح والاغترابات كان تحت طائلة ومسؤولية الوطن. ولكن عندما عاش في طاشقند الغربة التي منحته الحب والثقافة والمعرفة والتحصيل والمهنة، عندما افترق عنها صار يحن إليها. يعني العلاقة بالمنازل موجودة في الرواية، العلاقة بالأوطان والاغتراب وتداخل الغربة والوطن. فهمي للوطن هو أقرب إلى ما يعني هو ما هو موجود على ألسنة الشخوص الرواية. يعني في هذه الحيثية، في هذا التفصيل، حاولت أن أقدم ولو على ألسنة الشخوص مفهومي للوطن. هذا لا يعني هنالك بعض القوميين ربما العرب أو الأكراد يقولون أنه هي يعني لا انتماء أو لا وطنية أو لا، مش هذا. أنا ما زلت يعني أفتخر بكردي، اسمي يفصح عن كرديته. يعني أسلوبي في الكتابة دفاعي عن مطلوبية الأكراد، عن حقوق الأكراد، لكن مفهوم الوطن في الحياة الحقيقية وفي الأدب أوسع من تلك التعريفات التقليدية المعروفة واكثر انسانيه. في علاقه ايضا، هذا ايضا في علاقه بقضيه الهويه، وهي قضيه مهمه جدا في الروايه. يعني عندك نفس التصور في الروايه، نفس المقاربه، نفس النظره
إلى الهوية مثل نظرتك إلى الوطن، يعني ثنائية الانغلاق والانفتاح، أو الهوية المنفتحة والهوية المنغلقة، أو الهوية صفاء الهوية ونقاء الهوية من جهة، والهوية المتعددة المتنوعة. في الرواية تطرح الشخصيات، تقريبا أغلب الشخصيات إن لم أقل كلها تقريبا، تتبنى فكرة أنها تملك أو أنها تدافع عن فكرة الهوية المركبة. وهناك أظن هوزان هويته كردية عربية سورية روسية، أو شلاوة، يعني متعددة. نعم، متعددة هوزان، متعددة الروافد ومتعددة الأصول والجذور والمكونات إلى غير ذلك. إذن هذا المفهوم المنفتح المتعدد المتنوع للهوية يعني هو الذي يجعل إمكانية التسامح بين الشعوب وبين الأعراق وبين العناصر. أيضا يمكن من علاقة الحب. إذن في الرواية هناك علاقات حب بين شخصيات تنتمي إلى انتماءات أو هويات مختلفة وديانات مختلفة أيضا هذا التمثل الإيجابي للهوية لا يكون إلا عن طريق التجربة والمعاناة. يعني الإنسان إذا جرب وعانى محنة الهوية ومحنة الانتماء يعني سيتبنى بالضرورة في يوم من الأيام هذا الموت. أيضا السفر والتنقل في المكان، يعني أنت بينت لنا كيف أنه الإنسان عندما يبقى في مكان واحد ولا يغادره ولا يعرف أماكن أخرى لا يمكنه أن يفهم أن الهوية يمكن أن تتنوع وتتعدد. أيضا الاختلاط والتعرف على الآخر واكتشاف المشترك الإنساني بين هذه النماذج الإنسانية في رواياتك. يعني لو يمكن أن تزيد الموضوع توضيحا من وجهة نظرك. أنت الآن كما ذكرت سابقا، يعني أثناء حديثك عن الرواية تجعلني أو تضعني في مقام القارئ، أو المقام الذي الآن هنالك ولو مساحة زمنية تفصلني عن الرواية وأعيد النظر في الرواية. بالفعل رواية أو هوية الأب، رؤيتك ككاتب ليس نعم. رؤيتك ككاتب. هوية الأب صافية. شعلاو هويته كردية صرفة من أبين، أب وأم كردية شعلاو، لكن هوزان هويته مركبة. الجيل الثاني للأكراد يعني الاختلاط، وهذا الاختلاط يخلق غنى ويخلق مرونة في الهوية الصافية الصلبة القابلة ستكون يعني مدمرة عنيفة. يسميها أمين معلوف الهوية القاتلة، الهوية القاتلة. هوية يعني ربما تكون يعني عنيفة أو قاسية، لكن الهويات المركبة تكون هويات مرنة. نعم. مرنة يعني في التعامل مع الآخر، هي هوية مركبة. فمفهوم ثنائية الصافي والمركب وترجيح كفة الهويات المرنة الهويات المنفتحة يبدو لي أنه موجود في هذه الرواية، وظفتها بتعمد يعني وفهمي لأنه أنا هويتي مركبة، يعني أنا هويتي مركبة، ليس في تلك الهوية الكردي والسوري وأضيف إليها البلجيكي. أنا الآن في بلجيكا لكن أشعر بالانتماء إلى هذه الأرض. هذه الأرض 10 سنوات 12 سنة أنا هنا، يعني دخلت في منحتني ما سلبه وطني. أنا في سوريا كنت ملاحق وكنت مقموع وكنت محروم من حقوقي المدنية. الآن حقوقي الإنسانية والمدنية والطبيعية من يعني بلجيكا التي منحتني هذه الحقوق، وبالإضافة إلى الكم الحريات والكرامة والإحساس بالكينونة والوجود
طبعا هذا ينعكس على تفاعلي مع المجتمع البلجيكي، تفاعلي مع تغير وجهة نظري لمفهوم الهوية، لمفهوم الغربة. كل هذه المسائل يعني انعكست في الكتابة طبعا في الرواية. الوجود في بلجيكا هي التي أضافت إلى وعيي، وبالتالي هويتي الآن مركبة. بعض يعني يستغرب ذلك أنه هوشنج يتفاعل مع القضايا العربية، القضية الفلسطينية، القضية المصرية، أو المشاكل في المنطقة، حتى على يعني أكثر من قضيته ككردي. لا، أنا أدافع عن القضايا قضايا الإنسانية كلها. الإنسان. نعم. وفي الواقع راهي هوياتنا جميعا هويات مركبة، هويات متنوعة ومتعددة. لا وجود للنقاء والصفاء في الهوية، هذا وهم كبير وجهل، وهذا يؤدي إلى ما يسمى بالهوية المنغلقة، ويسميها أمين المعلوف الهوية القاتلة، الهوية القاتلة العنيفة كما قلت أنت. نختم مع قضية أخيرة في الرواية، هي قضية الفن. قضية الفن أيضا مطروحة في الرواية، لأنك جعلت أغلب الشخصيات يعني تمتلك موهبة وتمارس الفن، ولكن ربما التجربة الأعمق هي تجربة هوزان مع الرسم، مع فن الرسم، وأيضا الكتابة، ولكن الرسم أكثر. وطرحت من خلال هذه التجربة مسألة مثلا دور الفن في الحفاظ على الذاكرة الفردية والجماعية. يعني مثلا هوزان أراد أن يقيم معرض ليحفظ من خلاله ذاكرة والده جدي والشاعر، الشاعر أظن وجده. الروسي، جده، نعم جده فعلا. أيضا دور الفن في مقاومة البؤس والغربة، لأن شالاو كان يعتمد على العزف وإلى غير ذلك ليقاوم الغربة والمآسي نعم العاشة. ثالثا أنه الفن يكشف أو يعبر عن المآسي الإنسانية ولا يجمل الحياة. أنا أريد أن أقرأ فقرة من روايتك في هذا الموضوع، يقول فيها هزان أظن: أعتقد أن وظيفة الفنان ليست تجميل الحياة أو تجميل ما نقترفه ويقترفه الآخرون من قبائح بحق الحياة. إذا كانت هناك وظيفة أو مهمة أمام الفنان فهي أن يقلل من درجة تأثير التلوث الثقافي والسياسي والإنساني والقبح إلى غير ذلك. ثم أخيرا قبل أن تعطينا فكرة عن مسألة الفن، دور الحواس أيضا، عالجت مسألة الحواس ودورها في الإبداع الفني، لأنك طرحت قضية البصر، العين، النظر والسمع، لأن هوزان فقد البصر أولا ثم فقد السمع، ومع ذلك ظل يمارس الفن وظل مؤمنا ومقتنعا بأهمية الفن ولم يتخلى عنه، بل أضاف إليه الكتابة، وأيضا وسع من دائرة حواسه ما يسمى بتراسل الحواس أو تبادل الحواس. أهمية الفن في عصرنا أو في حياتنا في وجودنا ككاتب وشاعر وروائي أنت أيضا. الكتابة والفن شكل من أشكال استرداد التوازن، شكل من أشكال التداوي. يعني الفنان التشكيلي إن لم يكن فنانا ربما هنالك من احتمالات الحياة أن يكون قاتلا أو مجرما، كذلك الكاتب. وبالتالي فعل الكتابة كما ذكرت أنه ليس هدفها تجميل القبائح، ولا يمكنها أن تجمل القبائح، يعني تجمل الحروب، تجمل الصراعات عبر التماس التبريرات والشرعنة لا، لكن التقليل عندما نقلل من القبائح فهذا نحافظ على الجمال. الحياة جميلة، نحن نلوثها. الحياة جميلة، نحن يعني نضيف إليها يعني قباحات أفعالنا. فالفن والكتابة عندما تقلل
من حمولة أو سلوكيات البشر التي المشينة في حق الحياة. فنحن نكون وقتها يعني أبناء حقيقيين لهذه الحياة، ونكون يعني ما منحتنا الحياة نعيده إليها أدبا وفنا وإبداعا، نسترد فيه إنسانيتنا ونضيف إلى الحياة. يعني ما قيمة الفن والأدب إن لم يكن فعلا مضافا إلينا وللآخرين، عبر الأسئلة، عبر كل ما أتيت على ذكره من إعادة النظر في الحياة، في أسئلة الحياة، أسئلة الوجود، كوارث البشر، تحليل النفس البشرية، تحليل المجتمعات. كل هذه التفاصيل هي وظيفة الفن والأدب، يعني خلق نوع من التوازن في ذواتنا وفي مجتمعاتنا. ودائما هاجس التنوير، هاجس الاشتغال على الأسئلة وهاجسي. روايتي الأولى كانت العنوان الرئيس لروايتي الأولى كان وسط اليقين، اليقين كعبء. وتحت هذا العنوان، العنوان الفرعي، محنة السؤال وشهوة الخيال. هل العنوان الفرعي اللي فيه من السجع والخيال والسؤال والتضافر تحت وطأة اليقينيات المطلقة، سواء كانت هذه اليقينيات دينية أو قومية أو مناطقية أو جهوية أو فئوية. نعم. وبالتالي الاستراتيجية العامة في في كتاباتي الروائية دائما هاجسي هو تحريك الأسئلة. أنا لا أطرح أجوبة، وأعتقد أنه ليست وظيفتي يعني أن أطرح أجوبة، أحرك الأسئلة والمتلقي من خلال هذه الأسئلة وكفيل بالبحث عن تأويلات وقراءات، بحيث ما تكون هذه التأويلات تعسفية. يعني أحيانا هنالك من التأويلات ما تظلم النصوص بغير سند، بغير يعني برهان أو كذا. يعني سألتقط منك ثنائية السؤال والخيال، وألخص أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة. ألخص، يمكن أن نلخص روايتك وتجربتك في الكتابة الروائية في هاتين الكلمتين: السؤال والخيال. بمعنى أن روايتك من جهة أولى تشتغل جيدا على الخيال، أي على بناء عالم روائي تخيلي معناها له خصوصيته التي يستمدها من خيالك طبعا، ويستمدها أيضا من ذاكرتك، ويستمدها من تجربتك والحياتية والأدبية أيضا. إذن من هذا الجانب نستطيع أن نقول أنك قدمت لنا رواية فعلا معناها تجعلنا نعيش هذا الخيال بمختلف جمالياته ومختلف جوانبه الفنية، وأنت متقن حقا لفن السرد وفن الكتابة. من ناحية أخرى الرواية عندك ليست فقط بناء جميلا أو حبكة سردية أو تخيل لشخصيات ولأحداث، وإنما هي مجال للعميق للتفكير ولطرح الأسئلة العميقة ولإعادة النظر في المسلمات وتقديم رؤية جديدة للإنسان، للأنا، للآخر، إلى آخره، للهوية، للوطن، للذاكرة، للتاريخ، ولمختلف القضايا التي تشغلنا اليوم. وبالتالي فهي في الرواية تضيف إلينا وتقدم لنا معرفة لا محالة. وهذه ملاحظة نوجهها، وسأريد أن نختم معك لأطرح عليك هذا السؤال: يعني ما هي الرسالة التي توجهها إلى كتاب الرواية الذين هم في بداية طريقهم، وربما يعتقدون أن مجرد أن يمتلكون بعض أدوات السرد وتقنيات السرد فإنهم بذلك، ويكتبون حكاية هكذا، فإنهم
يبدعون رواية. يبدو أن الرواية كما قرأناها الآن ونرجو أننا سلطنا عليها بعض الضوء، الرواية ليست فقط سردا، وليست فقط حكاية تروى، وليست حبكة، وليست إلى غير ذلك. يعني هذا طبعا مهم في العمل الفني أكيد، ولكن أيضا هي يعني عمق فكري وفلسفي وتأمل في الوجود، ولكن انطلاقا من سياق السرد، انطلاقا من عالم الشخصية، انطلاقا من تجربتي الشخصية. إذا نختم معك، الكلام معك يعني مفيد جدا وممتع. في بعض الدقائق، أولا ماذا تريد أن تقول لكتاب الرواية، خاصة الناشئين الذين يتطلعون إلى هذه العوالم السردية؟ وماذا يمكن أن تقول لقرائك عموما أو إلى القارئ التونسي، لأنه الأكثر الذي يشاهدك أكثر يعني؟ نعم، انقطع البث، ننتظر دقيقة إن تمكن صديقنا من الالتحاق مجددا حتى نختم معه، لأننا بلغنا نهاية الحلقة. أولا أشكركم على المتابعة. هناك تعليقات جميلة نقرأها وعرضناها على الشاشة، ليس هناك أسئلة مطروحة، ولكن أعتذر لأن الأسماء لا تظهر أمامي ربما إلا إذا فتحت الهاتف. ولكن هناك اسم الأخت حبيبة محرزي، أوجه لها التحية وأشكرها على التعليق، وأرجو بالتالي لكم يعني المتعة والفائدة في هذه الحلقة وفي الحلقات المقبلة. يبدو أن الإنترنت انقطعت عن الضيف، إذا باسمنا جميعا نوجه له التحية ونشكره على المشاركة معنا وعلى ما قدمه معنا في حواره من إفادات وكلام مهم عن الرواية وعن تجربته الرواية. أدعوكم إلى قراءة هذه الرواية. أنا أؤكد أنها رواية تستحق القراءة كأنني لم أكن، سأحاول أن أكتب عنها شيئا، هذا واجبي تجاه هذه التجربة الروائية التي لا نعرفها كثيرا. يعني الرواية الكردية، يعني ونحن علينا أن ننفتح وأن نطلع على تجارب روائية متنوعة، ولا نكتفي فقط بقراءة الرواية التونسية أو الرواية الجزائرية والمغربية أو المصرية واللبنانية، التي يعني الروايات التي نعرفها وتربينا عليها في تاريخ الرواية. إذا هناك تجارب أخرى، تجارب ما زالت في الهامش، في الهوامش، ما زالت مهمشة مقصاة. إذا اليوم اكتشفنا روائيا يعني جديرا بالقراءة والمتابعة. إذا شكرا لكم على المتابعة.